الخير عليكم، صباح النور، نهاركم زين يا رب العالمين. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، سنين دايما يا رب العالمين. ربي يتقبل منا ومنكم جميعا. صحة عيد كامل الأمة الإسلامية العربية المسلمة. جيتكم هنا اليوم، راح نرجع شوي لوصفاتنا ونرجع شوي القناة تاعنا اللي أهملناها خلاص ونحط وصفات بما أن مازلنا في بيريودا تاع العيد يعني والخير كاين، وعلاه ما نشاركش معاكم وصفات بنينة ياسر. ومن بين هذه الوصفات جيتكم بوصفة اليوم اللي هي وصفة اللحم المفور، مرافقته مع بطاطا في الكوشة يا البنات. وصفة بنينة ما تتصوروش قدامها. اللي يعرف هذه الوصفة صدقوني نهار تجربوها وتاكلوها تتفكروا. عندنا منطقة في ولاية قالمة مشهورة بالمحم المفور، ومشهورة حتى بالمشاوي، بس المقطرية مشهورة بالحم المفور اللي هي منطقة عين تحميمين. نورمالمون تعرفوها بزاف، وكاينة ناس بزاف تسمع بها، يعني اللي ما يعرفش يسمع بها. لهنا حكمت بعد ما غسلت اللحم تاعي يا الحباب الزينه مليح، درت له في البدايه اول شيء درت له شويه ملح وفلفل كحل وخلطهم بيدي مليح. لازم اللحم تاعنا ما يطيبش من السوس باش ما يجيش صامت. وتاني حاجه حكمت الخضره تاعي وش هي فلفل حار، فلفل حلو قطعته شوي، راس بصل كذلك قصيته شرائح، وحبه طماطم قصيتها مربعات فرغتهم عليهم. وجيت دركا للتتبيله راح نكتب لكم التوابل كاملين اللي استعملتهم لهنايا. حكمت 3 سنات توم رابيتهم، درت شويه هريسه، درت لهم فلفل احمر العكري، هو تحبوا الحار ولا الحلو. درت الفلفل كذلك الدبسه داك الفلفل شويه حار المهرس هكا شويه. اكليل الجبل، استعملت دبس الرمان ولا صوص صوجا متاغد. قلت لكم تاني اكليل الجبل. المهم راح نحاول راس الحانوت، درت تاني كمية راس الحانوت وواحدة تابل تاع اللحم، وكملتها ب3 مغارف زيت زيتونة. صدقوني البنة تاعو في الزيت زيتونة مش في الزيت نورمال. باش ما ننساش برك راح نعاود نكتب لكم المكونات كاملين التتبيلة على من الفوق. نخلط هذه التتبيله تاعي كامله مليح، نحاول ندخل هذاك الزيت فيهم مليح هكا نخلطها مليح الحباب. اكليل الجبل راح يمد تاني بنه هايله. انا ما نحطش ورق الرند في اللحم المفور، فقط هذه هي التتبيله اللي نستعملوها. وديركم وصفه عين تحميمين وجربوها ورجعوا لي الهضره. نجي دركا التتبيله تاعي هذه الحباب نفرخها كامله على اللحم تاعي، ونحاول ندخلها مع الخضره هذيك اللي درتها، غير فلفل حلو وفلفل حار كما راكم تشوفوا، بصل وطماطم. اللي حب البطاطا يديرها. انا البطاطا فضلت اني نديرها في الكوشه تمد بنه هايله. تبعوا برك معايا راح نكمل لكم الوصفه للنهايه. دخلوا هذيك كما قلت لكم التتبيله مليح تاعكم، دخلوها في اللحم وخليوها. تحبوا ديروه في الليل يا الحباب وطيبوه الصباح كما تحبوا انتم. تحبوا تنوضوا بكري الصباح ديروه وتخليوه باسكو يدي الوقت في الطياب. هو يطيب 6 سوايع، من 5 سوايع ل6 سوايع حسب طراوة اللحم تاعك. تاعي نادى معايا 6 سوايع. هكاك انتوما يعني طيبوه الصباح ولا طيبوه للعشاء كيما تحبوا انتم. المهم ما تخافوش منها، هي غير ترقد ما البنات. هي تحبوا ديروه كيما قلت لكم في الليل وديروه الصباح، ولا اللي يعود مزروب يقدر ساعه من زمان تكفيه. صدقوني باسكو البنه ديك التتبيله ما تتصوروش، او الوقت كامل يديه وهو قاعد يفور، والتتبيله ديك قاعده تتشرب في نص اللحم. المهم بعد ما تبلت اللحم تاعي مليح نجيب ورق الطهي ولا بابي كويسون هدايا، نحط بالمرصو تاعي حسب الحجم اللي عندكم يعني ولا الكميه اللي عندكم. نحط المرصو تاعي مع شويه الخضره هذيك، ونزيد نغلفه بالورق تاع الالومنيوم باش يطيب لي. انا هنا ما نستعمل حتى هادوهم زوز انواع الاوراق اللي نستعملهم، ورق الطهي وورق الالومنيوم فقط، هذا مكان. ونجيب مادام قلنا اللحم مفور راحين نجيبه ولا ناخدو الكسكاس برمه بالكسكاس تاعها. الماء تاعكم، انا الماء تاعي ما حطيت فيه حتى شيء اللي يجي من تحت. كاين اللي حاب يحط ورق الرند، كاين اللي يحط ورق الرند مع حبات فلفل اسود. وجيت دركا للبطاطا تاعي. البطاطا بعد ما قصيتها كما راكم تشوفوا لهنا التتبيله راح تكون نفس التتبيله يا البنات اللي درتها في اللحم، هي نفسها حطيتها في البطاطا. يعني المكونات اللي راكم شفتوها مكتوبه من الفوق نفسها عاودوها، ولا ديروا كميه كبيره من البدايه
وقسموها بين البطاطا واللحم تاعكم. انا هنا عاودت تتبيله، عاودتها من ضرب جديد ودرتها في البطاطا تاعي، وحكمت ورق الطهي. هنا مشني حابه نطيبها بالصوص، حبيتها تطيب كيما هكا في الورق حتى هو تاع الطهي، ونزيد نغطيها بشويه الومنيوم ونخليها طيب، ما تديش وقت خلاص. يعني خليو اللحم تاعكم كي تحسوه طاب باش تحطوا البطاطا تاعكم في الكوشه، ما تديش وقت بزاف. ومن بعد قلوا الغاز خلاها على اللحم تاعكم، لو طون اللي طيب لكم البطاطا طيحوا سوا. نتيجة اللحم تاعي كيفاه خرجت هاكم تشوفوا، هاني حليت قدامكم عليه كيما راكم تشوفوا. طاب هايل 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 هايل، طاب خلاص يا البنات. والبنة ما نحكي لكمش الصح في البنة، هو اللحم كان كي يدي وقت في الطياب تاعو 5 سوايع ولا 6، اشتا في الكوشة ولا في الكيفورة البنات راح يطيب. بصح البنة الصح راهي في التتبيلة اللي عطيتها لكم هذيك، حتى من البطاطا تتكلي يا البنات، تجي تهبل صدقوني، تجي بنينة ياسر. الفيديو تاعنا يا البنات، هذه النتيجة تاع الوصفة تاعنا. نتمنى 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 انكم تجربوها، مادام راهو كاين الخير يعني في كل دار، وان شاء الله تكون ديار كامل الاغلبيه تاعها ان شاء الله يكونوا عايدوا، واللي ما عايدوش ان شاء الله العقوبه العام الجاي يا رب العالمين، ربي يرزقكم ان شاء الله وتعينوا باحسن الاضاحي. لهنا الوصفة تاعنا كما قلت لكم قرب الفيديو ينتهي يا البنات. نتمنى تكون نالت اعجابكم، وكما نتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي تعاليقكم الباهية اللي مالفين تخليوها لي، وراح نواصلوا ان شاء الله مع وصفات العيد الاضحى المبارك. الملتقى ان شاء الله في فيديو قادم، مع الف سلامة. دمتم في رعاية الله وحفظه.